أسباب يا صاحبي خلتني أصلي قيام الليل حتى لو بصلي ركعتين بس. طب إيه هي الأسباب دي؟ تعال أقول لك عليها، بس صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ويلا أقول لك عشان ما أطولش عليك. أول حاجة يا صاحبي إن أهل قيام الليل ستقر أعينهم يوم لقاء الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثاني حاجة يا صاحبي البيوت التي يصلى فيها قيام الليل يشع منها نورا يراه أهل السماء. وكما ننظر يا صديقي إلى السماء ليلا لنرى نور النجوم، تنظر الملائكة إلى الأرض لترى نور البيوت التي تنور بصلاة أهلها. فزي ما أنت بتبص على نور النجوم يا صاحبي، الملائكة برضو بتبص على النور اللي طالع من بيتك. اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل. ما من عبد يفتح الله عليه باب قيام الليل إلا فتح له باب الرحمات وهيأ له سبيل البركات واستجابة الدعوات. فصل يا صاحبي قيام الليل، والله العظيم عن تجربة، والله يا صاحبي هتحس براحة البال وراحة نفسية، هتلاقي نفسك كده مرتاح يعني مش شايل هم حاجة. فقال لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. عن قيام الليل أتحدث. بس كده يا صاحبي، لو بتحب الخير لغيرك شير الفيديو ده عشان الناس كلها تستفيد زي ما انت ما استفدت، ولك الأجر والثواب. عل وعسى ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي شخص يصلي قيام الليل بسببك، والشخص ده يجيب الشخص ده، والشخص ده يجيب الشخص ده، وده كله في ميزان حسناتك. وصل على النبي.